عايز اقول كلمة قبل ما نروح لاخبارنا، وهي للمغرب والشعب المغربي الجميل. المغرب يا جماعة بعد تقريبا سنة وشوية هتستضيف كأس الأمم الأفريقية 2025. أسدل الستار خلاص على ال 24 فريق اللي هيشاركوا في البطولة دي. مصر الحمد لله كالعادة صعدت إلى كأس الأمم الأفريقية في المغرب، هي وتونس والجزائر والسودان اللي قلنا لها هنا ألف مليون مبروك، وجزر القمر، طبعا المغرب المستضيفة. عايز أكلمكم شوية على المغرب، هذه البلد الرائعة الجميلة. شعبها شعب مضياف يا جماعة بطريقة مش طبيعية، وبيحبوا مصر قوي 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 قوي، وبيحبوا المصريين وإحنا بنموت فيهم بنحبهم. فعايز أحكي كده للجيل الجديد اللي بيتفرج عليا، المغرب دي إيه؟ أو في الكورة كانت إيه؟ ممكن نرجع كده بالذاكرة شوية، كمان شوية، أيوة بالظبط سنة 1969 المغرب وتونس لعبوا مباراتين من أجل انتزاع بطاقة أفريقيا الوحيدة في مونديال المكسيك. يعني أفريقيا كانت فرقة واحدة بس اللي بتصعد. المباراتين انتهوا 0-0، والاتحاد الدولي قرر إقامة ماتش فاصل في باريس، لأن العالم ما كانش لسه يعرف نظام ضربات الجزاء وضربات الترجيح، وكانت مباراة على حد تعبير أشقائنا المغاربة كاسحة علينا، أو بالزاف، كاسحة علينا بالزاف يعني صعبة. وانتهت المباراة بالتعادل برضه 2-2. كان الحل الوحيد إن حكم المباراة نفسه يعمل قرعة بعملة معدنية، فالحظ يختار المغرب عشان تخرج المغرب لأول مرة للعالمية وتمثل أفريقيا في مونديال مكسيك 1970. والأول مرة تكون عبارة خرج ولم يعد عبارة جميلة. فالمغرب خرج للعالمية وقرر ما يرجعش نهائي للمستويات الأقل، وابتدى المشوار على رأي العندليب عبد الحليم حافظ اللي المغاربة بيعشقوه، من أول جلالة المغفور له الحسن الثاني لأصغر مواطن مغربي. وكلنا عارفين جلالته كان بيستقبل العندليب استقبال الملوك. المهم ابتدى المشوار، بس من غير يا خوفي من آخر المشوار. مشوار الحلم بدأ في المكسيك 70 مع علال قصو ورفاقه أمثال مولاي إدريس، محمد المحروقي أو محمد محروقي، محمد الفيلالي، وموهوب الغزاوي، وأحمد فراس. وعلى فكرة أحمد فراس خد أحسن لاعب في أفريقيا 1976، وحمان جرير. الجيل ده قدر يقدم صورة محترمة للكرة المغربية والعربية والأفريقية. انهزم من ألمانيا الغربية 2-1، ومن بيرو 3-0، وتعادل مع بلغاريا 1-1. والمكسيك تقريبا أحبت المغرب زي ما أي إنسان لازم يعشقها، فكانت تاني مشاركة في المونديال للمغرب في المكسيك 1986، بطولة مارادونا الشهيرة طبعا. كان رفاق بادو الزاكي الحارس الأسطوري، والبياز وبودربالة والتيمومي الأشول اللي ملوش حل، وكريمو الراس حربة الجامد على موعد مع التألق، وبخاصة عندما هزموا البرتغال 3-2. أعتقد خيري كان جاب جونين. الجيل ده سلم الراية لنور الدين نابت ورفاقه مصطفى حجي والحداوي في أمريكا 1994، ويستمر المشوار مع جيل يوسف شيبو وصلاح الدين بصير في فرنسا 1998. لكن الفارس المغربي بيلتقط أنفاسه وبيهدى، الهدوء اللي بيسبق العاصفة أو يسبق الإعصار. 20 سنة غابت المغرب عن المونديال عشان تعيد ترتيب أوراقها وتعمل جيل يقول للعالم لو سمحت نقطة نظام، سمع هس، أسود الأطلسي راجعين. فكانت البروفا في روسيا 2018 مع جيل المهدي بن عطية وخالد بالطيب اللي لعب في الزمالك وأيوب الكعبي. ولأن العالم تقريبا ما خدش باله قوي، كان لازم الأسود يصيحوا صيحتهم الكبرى، كان لازم العالم يسمع حناجر جماهير المغاربة بتغني بترج استادات قطر في مونديال الدوحة 2022. هلا 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 المغرب سبوعة ورجالة، ويغنوا كمان مغاربة اولويز للأبد كي يشجعوا ولاد البلد. انطلق ياسين بونو ورفاقه أشرف حكيمي وسفيان مرابط وحكيم زياش وعبد الصمد الزلزولي وسفيان بوفال وسفيان رحيمي ولاعيبة كتير،
ووليد الركراكي طبعا المدرب القدير. رابع العالم المغرب يا جماعة، رابع العالم. اللي يشوف فرحة مصر يفتكر انه في المغرب. والله طبيعي، ما المغرب في مصر ومصر في قلب المغرب. لا لا لا، مش كلام انشا وعواطف وخيالات وشعارات، لا لا خالص والله، ده واقع. طب انت تعرف ان مدينة الرباط اسمها اسكندرية المغرب، واللي اطلق عليها الاسم ده هو المؤرخ المغربي الكبير عبد الواحد المراكشي؟ طب هل كنت تتخيل ان كوكب الشرق ام كلثوم يكون ليها اسهام تاريخي في الرياضة المغربية؟ هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. سنة 1936 اتعرض فيلم وداد لأم كلثوم، وسنة 1937 اجتمع مؤسسو أحد أكبر أندية المغرب وأفريقيا لاختيار اسم ناديهم. ما لقوش أجمل من اسم الوداد على اسم فيلم ثومة أو أم كلثوم، عشان يتولد للوجود نادي من أعظم أندية أفريقيا، الوداد، وداد الأمة. ويمكن ده سبب ارتباطه بالفن، الفن في اسلوب لعبه، والفن في اسلوب تشجيع جماهيره المشهوره باروع اغانيها وباجمل الدخلات. طبعا مش الوداد لوحده اللي بيشرف المغرب، في الرجاء المغربي والجيش الملكي. طيب تعرف ان باب زويله والبطنيه وحاره المغاربه كلها متسميه على اسم عائلات مغربيه؟ طب تعرف ان منارة اسكندرية القديمة كانت متصممة بنفس تصميم العمارة المغربية الصومعة تحديدا، والصومعة هي المأذنة المغربية؟ طب تعرف ان زمان في رحلة الذهاب الحج كان الحجاج المغاربة في رحلتهم الطويلة من المغرب لمكة لازم ينزلوا مش اقل من شهر او شهرين في مصر المحروسة؟ هل تعرف ان كتير من اولياء الله الصالحين عندنا في مصر هم في الاصل مغاربة؟ ابو الحسن الشاذلي عاش ومات في اسكندرية. طب هل تعرف ان سيدي عبد الرحيم القناوي في قنا في صعيد مولانا ده، في الصعيد مولانا ده مغربي الاصل اساسا؟ اظن دي مفاجأة. طب تعرف ان كتير من مشايخ الطرق الصوفية عندنا مغاربة الاصل؟ طب هل تعرف ان الشيخ حسن العطار شيخ الازهر في القرن ال19 مغربي الاصل؟ المغرب في القلب. مصريين كتير خصوصا في الاجيال الشابه مش بيصدقوا ان فنانه عظيمه زي سميره سعيد مغربيه، الطفله اللي المغرب سلمها امانه للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، اللي المغرب احبته حب عظيم. فكان طبيعي ان مصر ترد الجميل في بنت المغرب، وبنت مصر سميرة سعيد. والمواقف العظيمة المتبادلة بين البلدين على مستوى الحكومات والرؤساء والملوك مواقف خالدة، من أول دعم مصر لعبد الكريم الخطاب في الثلاثينات لغاية دعم المغرب لمصر بعد يناير 2011. لو سبت نفسي مش هخلص كلام. المغرب بطولة أفريقيا القادمة على أرضها، فأنا هستأذنها بكل الحب وبكل ثقتي في كرم المغاربة إننا كمصريين هنعتبر منتخبنا هيلعب على أرضه. منتخب مصر عمره ما هيكون ضيف في المغرب، ولا عمر المغرب هتكون ضيف في مصر. احنا بينا تاريخ طويل من المحبة، أطول من نهر النيل وأثبت من جبال الأطلس، ودايما محبة مصر للمغرب هيرويها النيل العظيم، ومحبة المغرب لمصر هتحرسها أسود الأطلسي. عاشت مصر غالية وعاشت المغرب غالية، ودايما يا بلادنا في كل مجال عالية.